السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم مع وصفاتي جبت لكم هذا الاسفنج رائع يا البنات. نبداو بالعجين. عندي كاس ما دافي وكاس فرينه، مغرفه صغيره سكر، ونصف مغرفه كبيره خميره الخبز. هنا في بول نحط كاس فرينه والكاس نتاع الماء الدافئ، ونزيدو ثاني السكر والخميره تاع الخبز، ونبدا نميكسيهم لمده 10 دقائق. ومن بعد نغطيها بكيس بلاستيكي ولا كيما انا رجعت عليها هذا الغلاق وخليتها تخمر 10 دقائق. هاو بعد ما فات 10 دقائق زدت ثاني كاس فرينه وشويه ملح، وزدت ثاني خلط بلا ما يرفع هذيك الفرينه كامل باش تدخل في الخليط لمدة 10 دقائق هنا. ونزيد ثاني نرجع عليها الغلاق. بعد ما فاتوا 10 دقائق نجيب شوية زيت في يدي هكا، ونزيد ثاني ندخل الهواء فيها كما راكم تشوفوا لمدة 10 دقائق. يعني هذه العملية كامل استغرقت لي 30 دقيقة هكا باش تخرج لك خفيفه ريشه. هنايا بعد ما فاتوا ثاني 10 دقائق يا البنات دهنت هذيك الصينيه بالزيت، وزدت ثاني دهنت يديا مليح باش ما تلصقليش في يديا، وكورتهم كامل في الصينيه. كورات يكونوا صغار هكا باش يجوا شابين حتى نكمل. وفي نفس الوقت راني نسخن في الزيت في الكاسرونه كما راكم تشوفوا، ونحط ندير ثقبه في الوسط ونحطها يا البنات تحمر لك من تحت، ومن بعد قلبيها ملوحش على فوقها الزيت هكا باش تجي مقرمشه وبنينه يا البنات تهبل. والنار لازم تكون متوسطه، ما تكونش قويه باش ما يتحرقولكش ويطيبوا من الداخل ويجيو مفشفشين يا البنات. وها هي الكميه اللي خرجت لي يا البنات. انا جزء حنديرلو العسيله وجزء نخليه. ها هي جات يا البنات، شوفوا كيفاه جات نقسم لكم من الداخل تهبل يا البنات، جاو فارغين وخفاف ريشه. نتمنى تجربوها واكيد راح تنجحوا فيها. وصلنا لنهايه الفيديو، نقول لكم نحبكم بزاف. سلام.